السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ مهم بعد غيبه طويله على لي ماسك البنات، شحال هادي ما حطيت. اليوم جيت وجبت لكم الجديد البنات، المتوفر في كل بيت. واحد الماسك للتصبغات، البقع الداكنه، للكلف، يعني السريع البنات، كيدار 2 مرات في الاسبوع البنات، وزوين وكتحسي بواحد الانتعاشه في البشره. المهم كنحاول كنزرب باش ما نطولش عليكم. ماسك البنات خطير، جربوه، ساهل، متوفر في كل بيت، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. نوضوا حيدوا العجز منكم ويلا نديروا الماسك مع بعضياتنا. اللي ما نقول لكمش هذا الماسك البنات جربته انا، لحقاش وجهي في الصيف ولا حالته ما بقى فيه ما يتشاف بكل صراحه. يعني ما كيجي الصيف كنبقاو غير جري 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 جري، ما كنديروا حتى شي حاجه. ما بقيتش مهليه يعني الا القليل. هادشي ما كاينش، علاش ما حطيتش لكم الفيديوهات، يعني ما كاينلاش، انا ما دايره حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي فرق، ما كاين حتى شي تهلف في البشره ديالي. كنت غير قليل باش كنحط شي حاجه. هادشي علاش البنات هذا البنات 2 مرات في الاسبوع البنات ساهل، ومن الاحسن في الليل باش يعطيكم نتيجه مبهره البنات. وجربوه وردوا عليا عفاكم، ما كتردوش في التعاليق. لا جربت شي وحده شي حاجه وعطاتها نتيجه تردها عليا. من احسن الوصفات البنات هو هذا الماسك، والله القسم غزال، وغتديري وغتحسي بواحد الانتعاشه في البشره ديالك من ابسط المكونات في البيت. المهم البنات الماسك كما يلي ساهل البنات. كناخذوا ورق النعناع، يعني ورق النعناع موجود كيف ما قلت لكم في اي بيت. كنحاولوا ناخذوا غير هذوك الورقات، كنغسلوه مزيان وكنشفوه البنات، ماشي تنشفوه، المهم تنخليوش فيه الماء وتنحاولوا نحيدوا هذوك الورقات كالعاده. ومن بعد كنطحنوهم في الطحان او في آلة الطحين. ومن بعد كناخذوا غير هذيك العصاره البنات، كناخذوا غير هذيك العصاره هي اللي كنحتاجو. من بعد البنات كنضيف واحد معلقه كبيره على حسب شنو، كيف ما تنقول لكم. ممكن ديروا اكثر، ضاعفوه باش ما تعاودوش تصايبوه 2 مرات في الاسبوع. يعني مادام غديروا 2 مرات في الاسبوع يعني ضاعفوه. كندير هنا معلقه غليسينين، انا كندير معلقه غليسينين، ما بغيتش ندير زيت الزيتون ما تيوافقنيش. كندير طحين ديال الحمص، وكندير البنات طحين ديال عرق السوس، طحين عرق السوس البنات، وتنخلطوا المكونات وكنحطوا على البشره وتنخليوه 5 دقائق حتى 15 دقيقه البنات. كما كتشوفوا في لا فيديو البنات، شوفوا الوصفه والله القسم الا درتها معكم. كنحاول نمسح، راه تيبان لكم بانني كنضغط عليها، مي انا كنمسح بشويه البنات. شوفوا كيفاش شوفي كيفاش البشره كتبان البنات، غزاله البنات صراحه، بكل صراحه زوين بزاف. هاد الماسك عجبني وقلت ضروري انني نجربه مع البنات. وبقاو معايا البنات تشوفوا النتيجه النهائيه. انا كنحاول ندير قدامكم كل شيء، لا فلتر لا والو. ومع العلم ان الفيديو راه درته قصير وزربت قبل ما يجيو الوليدات ديالي، لحقاش ما غاديش يخليوني نوريكم النتيجه النهائيه. المهم انتم كما كتشوفوا البنات من احسن ما يكون، والله القسم كتحسي بالبشره ديالك منتعشه وزوينه ورطبه مع زيت الجليسينين. البنات اللي ما متوفرش عندهم زيت الجليسينين دير زيت اللوز ولا زيت ارغان اللي تيوافقوا، انا ما تيوافقنيش البنات. ومع العلم باش نسيت ما قلت لكمش، اللي بغى يدير صفار البيض من الاحسن الا كان توفر البيض بلدي يديروا، الا ما كانش متوفر البنات يدير بيض عادي. اللي متوفر عندنا البنات نديروه، حنا ما نحاولوش نكثروا على راسنا. المهم النعناع، ورق النعناع غزال البنات، طحين الحمص وطحين عرق السوس البنات، راه زوين في التبييض وسريع التبييض.